الله الرحمن الرحيم. تحية نضالية الإخوة والأخوات الحاضرين في هذه الوقفة الرمزية، في هذه الوقفة اللي جات احتجاجا على واحد عدد الممارسات يمكن نعتها بالسادية، ممارسات سادية لمسؤولين فاقدي الشرعية. فاقدي الشرعية هذا أبسط توصيف لهذا الأمر هذا، على اعتبار أنه الوقيته اللي وقع الدمج نتاع كليتي الآداب فاس ولات كلية الآداب فاس، ما بقاش هناك شي حاجة سميتها من الناحية القانونية كلية الآداب دار مهراز ولا كلية الآداب سايس. انتهى هذا الموضوع، وتحت طائلة المساءلة القضائية أي متضرر من حقه يلجأ للقضاء على أي وثيقة فيها لونطيت كلية الآداب دار مهراز أو كلية الآداب سايس ومموهة بإمضاء شي واحد سميتو عميد بالنيابة. ما كاينش هذا الأمر، سالينا منه. المتضررين من حقهم يلجؤوا للقضاء، هذه الأولى. ثانيا هذا الاحتجاج هذا هو جاء في الحقيقة لواحد الممارسة اللي هي غير أخلاقية وغير إنسانية. جاء أول مشكل هو واحد الموظفة طلبت التقاعد النسبي بعد 35 سنة من العمل و30 سنة من العمل في مصلحة واحدة. فاش طلبت التقاعد النسبي ديالها وقع عليها الشطط في استعمال السلطة والتماطل، وتماطلوا في يعني إرسال هذه المراسلة ديال طلب التقاعد النسبي، وهذا حقها الطبيعي، ماشي عاد غادي لنا. إذا هذا الأمر هذا شهر ولا شهرين فاتحة؟ شهرين. 26 جويلية حتى ل 21 سبتمبر. إذا تقريبا 3 شهور ديال التماطل باش موظفة تاخذ حقها الطبيعي. كنقول حقها الطبيعي في التقاعد النسبي ديالها بعد 35 عام ديال العمل وديال الكفاح داخل الإدارة. وانا كنعرف اش كنقول، انا كنعرف اش كنقول، كنعرف انا الموظفين اللي براكاسي كنعرفهم، اللي ما كيخدموش كنعرفوهم. راه واحد 15 عام وهو مجلي في شي بلاصه دابا راه رئيس مصلحه، كنعرفوا هادشي مزيان. وكنعرفوا اللي باغي يجي يخدم يحلل رزقه وما باغيش يعطيوه مسؤوليه، ما باغيش يعطيوه يخدم. وكنعرفوا كل واحد اش كيسوى في هذه المؤسسه وفي المؤسسات ديال جامعه فاس. وكنعرفوا النقابات اللي باعت وشرات في المصالح الموظفين، كنعرفوا هذا الشيء. لذلك الكلام ديالنا اليوم واضح، كلام مسؤول، واللي مسؤول يجي يتكلم معنا، اللي وجهه بوجهه احمر يجي يتكلم معنا. هذه الثانيه. ثالثه موظفه مشات تشوف يماها، هذه الموظفه مسكينه اللي توفت لها يماها هذا الصباح، مشات تشوف يماها في المستشفى كتلقى استفسار بالغياب. شو من انسانيه هذه؟ شو من انسانيه؟ اللي الموظفه لا تسأل على غير علاش تغيبات، شنو هو المشكل ديالها. حنا كنعرفوا باننا انتقلنا من التدبير الميكانيكي الى التدبير في العلاقات الانسانيه. المرفق العمومي ما كيتدبرش ميكانيكيا، كيتدبر بالتحفيز، كيتدبر بالعلاقات الانسانيه. انا ما تعطيني لا ريال لا جوج، يجي غيقول لي صباح الخير في الصباح وكي بقيتي نخدم لك داكشي اللي لا تتصور. حنا كنعرفوا هنا بان موظفين متقاعدين كيجيو كيحلوا المشاكل ديال الاداره بغير وجه حق، ما عندهمش الحق يتواجدوا في وسط المؤسسه. مازال دابا عندهم مكاتب وكيديروا كيصايبوا امور الصفقات الى اخره، ما عندهمش الحق. اليوم هذا الشيء ما بقاش مسكوت عليه. حنا كنحملوا المسؤوليه النقابات ديال التعليم ديال الاساسي ديال التعليم العالي اللي كيشوفوا بعينيهم هذا الشيء يوميا وكيتمارس عليهم حتى هما الساديه وساكتين. كتمارس عليهم في مجلس الجامعه اللي ما كيقدروش يتكلموا، اللي كيقول له انت اسكت وانت ما عندكش الحق تتكلم. هذا هو الواقع ديال الجامعه. نخبه المجتمع، واش هذه نخبه المجتمع اللي كتخضع لهذا النوع ديال الابتزاز؟ حنا ما كنخضعوش، وكما كنقولوا دائما هذه خاويه، واللي عنده شي حاجه يجبدها
هذا الموظف اللي قبالتكم سنه وهو كيطلب العمل، كان عندي تفرغ نقابي وجيت كنقول للمسؤول اعطيني ما نخدم، متصرف اطار في التعليم العالي، اعطيني ما نخدم، ما بغاش، حيت هادو كيخافوا من الوضوح، ما يقدرش يعطيك شي مسؤوليه اللي غدا من غدا تقول له هذه ما محققش ديرها. راه حنا كنعرفوا واش كيدار في الصفقات، وكنعرفوا واش كيدار في امور كثيره جدا في التدبير، الاداري. التدبير الاداري جبنا متقاعد باش يحل لنا المشاكل الترقيات. واش هذا الشيء يعقل؟ اذا هذا هو الوضع، وهذه ما هي الا نظره ميكروسكوبيه على واقع التعليم العالي. التعليم العالي ما فيش هيكله. بلاتي اعطيتيني كلمه غادي نساليها فاش ما كايناش هيكله جامعيه، بمعنى ما كاينش توصيف مهام واضح، ما كاينش هذا الموظف هذا شنو مسؤوليته شنو كيدير، ما كايناش. حنا القطاع الوحيد اللي كاين في الدوله ما عندناش هيكله، ما كايناش هيكله جامعيه، ما كايناش هيكله اداريه، كلشي كيدير كلشي وحتى واحد ما كيدير حتى حاجه. رئيس مصلحه عندنا في التعليم العالي من الناحيه القانونيه ماشي رئيس مصلحه، حيت هو رئيس مصلحه كونفونسيونيل، يعني غير من ناحيه توافقيه داخل المؤسسه، ما هواش رئيس مصلحه حقيقي، ما هواش رئيس مصلحه يعني عند الوزاره، عند وزاره الماليه وعنده تعويضات ديال رئيس مصلحه. هذا هو الواقع ديال التعليم العالي، وبغاو يبقى هكا، من حيث شكون كيدبر التعليم العالي. للاسف الشديد الاستاذ الجامعي اللي خصو يكون كيقابل البحث العلمي ويقابل التطوير في التدريس ويكون كيقابل التطوير ديال المنظومه التربويه، كيجي يقابل الاداره بصفر كنقولها، بصفر رصيد في التدبير الاداري وبصفر رصيد في التدبير المالي. اخر موظف شي مقتصد فهمتي كيدير داكشي ديال راكم عارفين، كيجي وكيدير وكيولي هو العامر والناهي في وسط المؤسسه. هذا هو الواقع في التعليم العالي للاسف الشديد. شتي المدخل الرئيسي، انا كنوجه كلامي لكم الموظفين باش توعوا وتستوعبوا الكلام اللي قلته هذه تقريبا 5 سنين، ما كاين حتى شي واحد كيسمع ليا، هو انه المدخل الرئيسي لاصلاح منظومه التعليم العالي هو ان الاستاذ الجامعي يمشي يقابل المدرج، يقابل تطوير الاداء التربوي ديالو، يقابل التعطير ديال الطلبه، ويقابل البحث العلمي باش نرتقيو في السلم ديال البحث العلمي ديال بين الدول الاخرى. هذا هو المهم، والمهم جيبوا لنا اطر متخصصه في الاداره، دايزين في المدرسات الاداره، دايزين في لي جي اف ديال الماليه. ما تجيبولناش ناس ما كيفهموش في الاداره، تجي مراسله ما كيعرفش يكتبها للاسف الشديد، ومسؤول بين قوسين كاتب مغالطات في وسط المراسله. حنا سادين فمنا دابا، ممكن نلجؤوا للقضاء وغادي نلجؤوا، وغادي نبداو نلجؤوا من غدا ان شاء الله، غادي نبداو نجيبوا المفوضين القضائيين باش يثبتوا لنا ويديروا لنا المعاينه نتاع مسؤولين يمارسون مهام ما محقومش، ما بقاش محقوم. لذلك اليوم يا اما غادي يديروا الدمج يا اما يتراجعوا عليه، المهم يبينوا لنا الاسود من الابيض. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا.